تفتكر إن حقنة الإنفلونزا دي مجرد تطعيم عادي ولا في وراها سر بيخلي جسمك يواجه 4 أنواع من الفيروسات بضربة واحدة؟ النهارده هنعرف الحقيقة الكاملة عن لقاح الإنفلوفاك تترا، مين محتاجه فعلا، بيحمي قد إيه، وبيفرق عن غيره في إيه، وإيه اللي يخليني آخده. خليك معايا للنهاية عشان الكلام اللي جاي هيفرق جدا في صحتك الشتا ده. خليني الأول أوضح لك إيه اللي بيحصل في جسمك مع كل خطوة من لقاح الإنفلونزا الإنفلوفاك تترا. ومن الآخر أنا بسطت ليك الموضوع في شكل حدوتة من 5 خطوات. أول حاجة البداية أو لقاء الجسم مع المعلم الصامت. الإنفلوفاك تترا مش فيروس حي، ده فيروس متفكك أو سبليت فيرون. ده اتفكك لقطع صغيرة من البروتينات الخارجية بس، وخصوصا بروتين اسمه HA أو الهيماجلوتينين. وده البروتين اللي الفيروس بيستخدمه عادة عشان يمسك في خلاياك ويبدأ العدوى بتاعته. في الحقنة دي بندي جرعة بسيطة نص ملي فيها 4 أنواع من ال HA، 2 من فيروس ال A و2 من فيروس ال B. يعني اللقاح بيقدم لجهازك المناعي بروفة كاملة لمجرمين مختلفين ممكن يهاجموك خلال الموسم، بس من غير ما يسبب المرض فعلا. تاني خطوة وهي لحظة الدخول، ودي بداية الإشارة المناعية. أول ما اللقاح يدخل في عضلة الدراع اللي هي الدلتويد ماسل، الجسم بيتعامل مع المكونات كجسم غريب. وهنا بتبدأ الماكروفيج والدندريتك سيل إنها تروح ناحية مكان الحقنة. الخلايا دي بتاخد أجزاء من ال HA وتكسرها أكتر، وتبدأ عملية اسمها Antigen Processing and Presentation. يعني يعرضوا أجزاء البروتين على سطحهم باستخدام جزيئات اسمها MHC2. ببساطة كأنهم بيرفعوا صورة العدوى على لوحة إعلانات داخل جهازك المناعي، ويقولوا يا جماعة ده المطلوب القبض عليه. تالت خطوة وهي التشغيل المركزي أو تنشيط الجيش المناعي. الدندريتك سيلز بتتحرك لمراكز الغدد الليمفاوية القريبة، وهناك بتقابل خلايا التي هيلبر سي دي 4. لو لقت خلية التي الصورة دي مألوفة، بتنشط وتبدأ تصرخ بأوامر كيميائية اسمها السيتوكاينز، زي الانترلوكين 2 و4 و5. والنتيجة بيحصل تجنيد لخلايا جديدة. البي سيلز بتدخل في المشهد. كل خلية بي عندها مستقبلات مختلفة بتجرب تمسك بالاتش اي، ولما واحدة منهم تمسكه صح بتتنشط وتتحول لبلازما سيلز. الخلايا دي بقى بتفرز كميات ضخمة من الأجسام المضادة الاي جي جي المصممة خصيصا ضد نفس شكل الاتش اي. رابع خطوة بقى وإنها تتدرب على القتال أو بناء الذاكرة المناعية. بعد أيام لأسبوعين كمية الأجسام المضادة في دمك بتزيد وتستقر عند مستوى الحماية. ولكن الأجمل من كده إن الجسم ما بينساش، لأن في نفس الوقت بيكون خلايا اسمها ميموري بي سيلز وميموري تي سيلز. الخلايا دي تفضل نايمة في جسمك شهور وسنين، بس أول ما يظهر فيروس حقيقي بنفس شكل ال HA اللي حفظوه بينشطوا في ساعات مش أيام. وده اللي يفسر ليه اللقاح بيخليك تتخطى موسم الأنفلونزا بأمان، أو بأعراض خفيفة جدا لو اتصبت بالأنفلونزا. خامس خطوة والأخيرة المواجهة الحقيقية، لما الفيروس بقى يحاول الهجوم. لو بعد فترة دخل فيروس انفلونزا فعلي، الأجسام المضادة الموجودة في دمك بتمسك بقى في الاتش اس بايكس بتاعته اللي على سطح الفيروس، وتمنعه من الالتصاق بالخلايا التنفسية. لو بقى بعض الفيروسات نجحت إنها تدخل، خلايا المناعة التانية زي السيتوتوكسيك تي سيلز تتعرف على الخلايا المصابة وتدمرها بسرعة قبل ما الفيروس يتكاثر. والنتيجة النهائية بقى إن العدوى يا إما ما تحصلش يا إما تكون خفيفة جدا وتنتهي بسرعة. ومن هنا خليني أعرفك الآثار الجانبية للمصل أو أضراره، وبنقسمها لنوعين. بالنسبة للآثار الجانبية الشائعة والخفيفة، فدي أكتر الأعراض اللي بتحصل بعد التطعيم وبتكون طبيعية تماما، لأن الجسم بيبدأ يبني المناعة، وعادة بتظهر خلال أول 24 ساعة وتختفي في يوم أو يومين. زي إيه؟ زي ألم أو احمرار أو تورم في موضع الحقن. تفاعل بسيط لأن الخلايا المناعية بدأت تشتغل في المكان اللي دخل فيه اللقاح، وبيحصل كمان زيادة تدفق الدم والخلايا المناعية للمكان. كمان صداع أو تعب عام، الجسم بيستهلك طاقة في تكوين الأجسام المضادة وده طبيعي جدا. كمان وجع في العضلات أو المفاصل بيشبه الإحساس بأعراض برد خفيفة وبيختفي غالبا في خلال أيام. كمان ارتفاع بسيط في درجة الحرارة ودي من علامات نشاط المناعة وغالبا ما بتعديش 38 درجة. كمان غثيان أو دوخة خفيفة ممكن تحصل لبعض الناس بسبب توتر أو تفاعل بسيط من الجسم ومش خطر. طيب إيه بقى الآثار الجانبية النادرة جدا؟ بتحصل في حالات قليلة ولكنها محتاجة متابعة لو ظهرت، والأطباء بيطلبوا منك إنك تستنى من ربع ساعة ل 30 دقيقة بعد التطعيم عشان يتأكدوا إنك بخير. زي إيه؟ زي طفح جلدي أو حكة، تفاعل تحسسي بسيط ممكن يظهر على الجلد ويختفي بسرعة. تورم أو ألم شديد في موضع الحقن لو استمر أكتر من 3 أيام أو زاد الألم فالأفضل تراجع الطبيب.
كمان لو في تحسس قوي جدا زي تورم في الوجه أو صعوبة في التنفس، وده نادر ولكن لو حصل لازم تروح الطوارئ. كمان إغماء أو دوار شديد، وده ممكن يحصل بسبب انخفاض ضغط مفاجئ أو خوف من الحقن، وغالبا بيكون مؤقت جدا. ولكن خد بالك إن الحاجات دي نادرة جدا، واللقاح يعتبر آمن بشكل كبير، ومعظم الأعراض بتكون خفيفة ومؤقتة. طيب بقى خلينا نروح لموانع استعمال اللقاح، ودي برضو هنقسمها لنوعين. أول حاجة الحالات اللي بنمنع فيها تماما أخذ اللقاح، وفي الحالات دي اللقاح ما بيتاخدش إطلاقا إلا بعد مراجعة الطبيب، لأن المخاطر فيها بتكون أعلى من الفايدة. زي مثلا تحسس شديد من نفس اللقاح أو أي مكون فيه. لو حصلت قبل كده أعراض زي تورم الوجه، صعوبة التنفس، هبوط حاد بعد التطعيم، فده دليل على حساسية مفرطة، وبالتالي بنمنع التطعيم مرة تانية بنفس اللقاح. كمان لو في تحسس معروف من بروتين البيض، لأن اللقاح بيتحضر باستخدام بيض الدجاج، فلو عندك حساسية قوية من البيض لازم تبلغ الطبيب. كمان لو عندك مرض حاد مصحوب بحرارة عالية، لو عندك حمى أو عدوى نشطة، فالأفضل إنك تأجل التطعيم لحد ما تتحسن حالتك، عشان الجسم ما يكونش مجهد والمناعة تشتغل بكفاءة بعدين. بالنسبة بقى للحالات اللي بتحتاج حذر أو استشارة طبيب، دي مش موانع تامة، ولكن لازم تقييم الحالة قبل التطعيم. زي إيه؟ زي أمراض المناعة، أو لو شخص بيستخدم علاج مثبط للمناعة زي الكورتيزون العالي أو أدوية السرطان، لأن الاستجابة للقاح هتكون أضعف. كمان لو في اضطرابات عصبية سابقة زي مرض اسمه جولين بيري سندروم، لو حصلت الحالة دي بعد لقاح أنفلونزا قبل كده، لازم الطبيب يراجع التاريخ المرضي قبل الإعادة. كمان الحمل أو الرضاعة، اللقاح آمن عموما ليهم، ولكن يفضل استشارة الطبيب عشان نحدد الوقت المناسب. كمان لو في تاريخ تحسس خفيف من لقاحات تانية، الطبيب ممكن يقرر أخده في مركز مجهز عشان يلاحظه بعد التطعيم. طيب يا دكتور، إيه بقى الجرعة الموصى بيها؟ الجرعة القياسية بتكون نص ملي، بتتحقن في العضل في أعلى الدراع في عضلة الدلتويد، تتاخد مرة واحدة كل موسم أنفلونزا، يعني حقنة واحدة في السنة قبل بداية الشتاء. واللقاح آمن من عمر 6 شهور فأكتر، ولكن خد بالك الأطفال من سن 6 شهور ل 8 سنين لو بياخدوها لأول مرة هياخدوا نص ملي مرتين بين كل جرعة والتانية 4 أسابيع، لأن جسم الطفل لسه بيكون ذاكرة مناعية أول مرة. وبالنسبة لطريقة الإعطاء فبنديها عن طريق الحقن العضلي، وده الأفضل. وممكن في بعض الحالات الخاصة نديه تحت الجلد، ولكن مش دي الطريقة القياسية. وطبعا ممنوع يستخدم في الوريد، ولازم يتخزن اللقاح في درجة حرارة ما بين 2 ل 8 درجة مئوية، واوعى تجمده. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن الانفلوفاك تترا، وخليني بقى اجاوب لك على اهم الاسئله اللي الناس بتسالها عنه. واول سؤال، هل لقاح الانفلوفاك تترا بيمنع الاصابه بالانفلونزا تماما؟ بص، لقاح الانفلوفاك تترا مش بيمنع الانفلونزا بنسبه 100%، بس بيقلل بشكل كبير فرص انك تتعب او تدخل في مضاعفات خطيره. يعني لو جالك الدور بعد التطعيم الأعراض بتكون أخف بكتير وبتعدي بسرعة، والدراسات بتقول إن فعاليته بتتراوح ما بين 40 ل 60% على حسب السلالة المنتشرة كل سنة ومدى تطابقها مع تركيب اللقاح. ببساطة اللقاح مش بيخليك محصن بالكامل، بس بيخلي جسمك جاهز، والإنفلونزا لو جاتلك بتبقى خفيفة ومش مؤذية. تاني سؤال، المدة اللي بتستمر فيها فعالية اللقاح. تمام يا سيدي، فعالية اللقاح بتبدأ عادة بعد حوالي أسبوعين من التطعيم، يعني الجسم بياخد وقت بسيط عشان يكون الأجسام المضادة اللي بتحميه. وبعد كده المناعة بتفضل شغالة من 6 ل 12 شهر تقريبا، وده بيغطي موسم الإنفلونزا بالكامل. لكن عشان الفيروس دايما بيتغير كل سنة، فمنظمة الصحة العالمية بتوصي إنك تاخد اللقاح كل موسم قبل بداية الشتاء، عشان جسمك يكون محدث ومستعد لأي سلالات جديدة. طيب من أي عمر ممكن ياخد اللقاح؟ لقاح الانفلوفاك تترا بينفع من عمر 6 شهور وانت طالع، وده حسب توصيات منظمة الصحة العالمية والنشرات الرسمية. والأطفال من 6 شهور ل 8 سنين لو أول مرة بياخدوا اللقاح بياخدوا جرعتين بينهم حوالي 4 أسابيع عشان جسمهم يتعلم ويكون مناعة كويسة. أما الأطفال اللي خدوه قبل كده والناس الكبار فوق 9 سنين بياخدوا حقنة واحدة بس كل سنة قبل موسم الشتاء. يعني ببساطة من أول ما الطفل يتم 6 شهور يقدر ياخده بأمان، والجرعة بتكون هي لكل الأعمار، نص ملي مرة سنويا. رابع سؤال، هل اللقاح آمن في الحمل والرضاعة؟ أيوه، لقاح الإنفلوفاك تترا آمن جدا أثناء الحمل والرضاعة، وده مش كلام عادي، ده بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية. في الحمل بيفضل تجديف التلت التاني أو التالت من الحمل عشان يحميكي ويحمي البيبي كمان، لأن الأجسام المضادة اللي جسمك بيكونها بتوصل للجنين وبتحميه بعد الولادة. وفي الرضاعة اللقاح ما بيتنقلش في اللبن ولا بيأثر على الطفل، فآمن جدا للأم المرضعة ومش بيحتاج أي احتياطات خاصة. ببساطة اللقاح في الحمل والرضاعة مش بس آمن، ده كمان مفيد وبيوفر حماية مزدوجة ليكي وللطفل، بس الأفضل يكون بإشراف طبي.
نروح للسؤال اللي بعد كده، وهو هل الانفلوفاك تترا نفس الفاكس جريب تترا؟ لقاح الانفلوفاك ولقاح الفيكس جريب مش نفس الحاجة بالظبط، لكن الاتنين بيعملوا نفس الوظيفة، يعني هما نوعين مختلفين من نفس الفكرة. الفرق باختصار إن الانفلوفاك تترا بيكون تبع شركة أبوت، والفيكس جريب تترا بيكون تبع شركة سانوفي. الاتنين بيحتووا على 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا، اتنين من نوع A واتنين من نوع B، واللي بيديهم اسم تترا يعني رباعي. من ناحية الفعالية فالاتنين فعالين جدا، ونتائج الدراسات بتقول إن مستوى الحماية والأمان قريب جدا، يعني مفيش فرق عملي مهم بينهم من ناحية القوة أو الأمان. والاختلاف الحقيقي بيكون في الشركة المصنعة وبعض المواد المساعدة البسيطة جوه التركيبة، ولكن ده ما يأثرش على فعالية اللقاح أو النتيجة النهائية. والخلاصة هما مش نفس المنتج، بس يعتبروا بدائل لبعض، وأي واحد فيهم بيقدم نفس الحماية ضد الإنفلونزا، يعني لو واحد مش متوفر التاني ينفع مكانه. نروح بقى لآخر سؤال، وهو لو عندي برد أو كحة وقت التطعيم آخده ولا استنى؟ لو عندك برد خفيف أو كحة بسيطة من غير سخونية تقدر تاخد اللقاح عادي جدا، مفيش مشكلة. ولكن لو حالتك فيها حرارة عالية أو عدوى نشطة زي التهاب حلق شديد أو إنفلونزا حقيقية، فالأفضل تأجل التطعيم لحد ما تتحسن، عشان الجسم يكون مرتاح والمناعة تقدر تشتغل بكفاءة بعد ما ياخد اللقاح. وفي النهاية لقاح الانفلوفاك تترا مش مجرد حقنة ضد الانفلونزا، دي خطوة ذكية لحماية نفسك واللي حواليك من موسم الانفلونزا بكل مضاعفاته. اللقاح آمن فعال ويساعد جسمك يبقى جاهز قبل ما الفيروس يهاجمك. خدها عادة كل سنة قبل الشتاء، وادي لجهازك المناعي الفرصة يكون في أقوى حالاته. ودايما خليك فاكر الوقاية مش رفاهية، دي حماية ليك وللي بتحبهم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، تشتركوا في القناة عشان توصل لكم الحلقات الجديدة أول بأول، وشاركوا الحلقة دي مع أي حد ممكن يستفيد. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.